تعال اقول لكم اغنى فرح في العالم. ايوه اغنى فرح في العالم، اغنى فرح في العالم هو فرح الملياردير او ما فيش حاجه اكتر من الملياردير نقولها، الملياردير موكيش. موكيش بس مش هو فرحه، هو فرح نجله، فرح ابنه. وهو اغنى ملياردير في الهند، وهو مش في الهند كلها، يعني هو في اسيا كلها بس. متخيل حضرتك فرحك يقعد شهرين؟ متخيل حضرتك عروستك تلبس فستان مرصع بالالماظ؟ متخيل مامتك نفس الكلام، اختك نفس الكلام، انت نفس الكلام؟ متخيل ان الاصنام حضرتك اللي في الفرح مترصعه بالالماظ؟ الفيل الصغنطط اللي في الفرح مرصع بالالماظ. ده فرح مكيش مجاني اللي هو الهندي. فرح مكيش نجله اللي هو ابنه. وبرضه خطيبته اللي عمالين يقولوا ان خطيبته طمعانه في فلوسه والكلام ده كله، لا طبعا. اللي احنا عرفناه والله اعلم برضه ان خطيبته او زوجته دلوقتي ان هي برضه عيلتها ثريه جدا، بس عيله العريس اغنى بكتير. والفرح دار على مده شهرين، وعزم فيها كل فنانين الهند، كل فنانين منهم شاروخان، رامبير كابور، كله أباباتشان شوية راي، كاجول، كتير 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 قوي من الفنانين اللي احنا نعرفهم واللي احنا ما نعرفهمش، كان ممكن اكون عارفاهم شكلا يعني. ومن ضمنهم برضو كان في بلوجر مصرية حضرت الفرح وصورت لنا برضو بعد من الفرح، وده برضو شيء مشرف لنا طبعا ان هي تحضر فرح كبير زي دوت. طيب هقول في ايه؟ طيب الفرح كانت مدته شهرين، الفرح مازال شغال يا جماعه، احنا بنتكلم على الفرح والفرح مدام شغال. طيب العريس ده عمل ايه؟ العريس ده ابو العريس عامه اللي هو الملياردير موكيش عمل ايه؟ عمل دعايه جدا للفرح وخلى الناس كلها تتكلم عن الفرح ده. تمام. جاب يخت، هو مش يخت يا جماعه، ممكن نقول نص قرية ماشية على الأرض، ممكن نقول كده، احنا مش عارفة اسميها اسمها، هقول سفينة؟ لا مش سفينة. هقول يخت؟ لا مش يخت. هي نص، تحس ان في جزيرة ماشية في الأرض بس هي عبارة عن سفينة. عمل فيها الفرح، عزم فيها جميع الفنانين، ومش فنانين الهند بس، فنانين أوروبا كمان، ومنهم والله ما ناسي اسماء، هو توريهم لكم تحت اهوت، شوفوهم في الصور. منهم فنانين كتير اوروبيين ومنهم فنانين كتير هنود، طبعا اغلبيه فنانين الهنود. مش عارفه اقول حاجه غير كده. اللي اعرف اقوله ان الفرح شغال لحد دلوقتي. العريس شكله طيب جدا يا جماعه. الخبر التاني اللي جايبه لكم، او والنبي لو وصلتوا لحد هنا بالله عليكم حطوا لايك، ما تستخسروش فيا والنبي. حطوا لايك بقى بالله عليك، لو انت حاطه لايك يا قمر بقى حط لايك، يا عسل بقى حط لايك. طيب نيجي بقى، عمل ايه العريس ده في فرحه؟ العريس دوت راح جاب 25 ساعه مرصعه بالالماس. بالالماس يا امي، بالالماس، مرصعه بالالماس. قيمه الساعات دي عامله 225,000 دولار. 225,000 دولار. وزعهم على 25 فرد من اللي في الفرح، ومن ضمنهم اللي احنا عرفناهم، من ضمنهم شاروخان، ومن ضمنهم رامفير. تمام. وما انا مش عارفين الباقي صراحه من اللي جاي من عندي. تخيل انت مكانك كده وانا بتكلم عنك فرحك كانت كام. طبعا الحمد لله احنا فرحنا حلو برضو، احنا الحمد لله يعني مسلمين وراضيين بقضاء الله يعني الحمد لله. ما تبصليش كده، ايوه هو الفرح اتكلف كده، انا مالي والله، انا زيك والله، بتفرج بس. تخيلوا كده عروسه لابسه فستان مرصع بالالماس. يا جماعه والله العظيم انا ما ذنبي حاجه، هو الفستان كده مرصع بالالماس. وعايزه اقول لكم انه مش فستان واحد بس، ان كل يوم مامه العريس وزوجته واخته بيظهروا كل يوم بفستان شكل، ما هو الفرح لمده شهرين، وكل يوم فستان شكل مرصع بالالماس، ده غير اكسسوارات الالماس اللي بتتغير يوميا. انا بقول لحضرتك ده هو شاري قريه ماشيه على الارض عاملها يخت. يعني انا عايزه اقول لكم ان المبنى اللي هو عايشين فيه اساسا، يعتبر هم عايشين في برج لوحدهم. عندهم حوالي 600 خدم، 600 خادم. انتوا متخيلين يا جماعه الارقام اللي انا بعملها اقولها؟ هم الناس دول عايشين ازاي؟ يعني احنا اغنى حد عندنا عارفين انه عايش في قصر وعنده مثلا 10 خادمين الناس دي عايشه ازاي؟ الناس دي بتصحى من النوم تاكل ايه؟ تاكل الماس، تعشى ياقوت. ففي حاجه غريبه كده في الحوار.
فانا قلت بس ايه اهركم معايا واعرفكم قدام. بس يا جماعه والله العظيم الصحه والستر احلى من اي حاجه في الدنيا، انا بهزر طبعا. ويا رب يغنينا بفضله عمن سواه، واحنا مش عايزين حاجه من الدنيا غير رضا ربنا علينا. واحنا كلنا خلقنا يعني طبعا اكيد ان احنا نتمنى نبقى اغنياء ونتمنى يبقى معانا فلوس، بس احنا الحمد لله كفايه ان احنا مسلمين وراضيين بقضاء الله، وربنا خلقنا عشان نعبده اولا واخيرا، واحنا مش زعلانين. ربنا يبسط الجميع يا رب العالمين. بقول لكم باي باي.